السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زلنا مكملين. طبعا الفيديوهات بتاعتي اللي انا عملتها في عيد الربيع، كل سنة وكلنا طيبين ودايما مع بعض متجمعين. انا طبعا يا جماعة بحط صوت بس في الحتة دي عشان صوت الفيديو جميل وانتوا هتحبوه. تعالوا معانا. تعالوا معانا. يا اعمل نور بص، بتعمل ترومبا. تعملي يا نور. دول هتموت. خد انت يا غلا صوريني وانا لا انا اللي اعمل لك يا محمد. بعرف تعرفي؟ امسكي بتاع اخوكي. قولي. لا. بعد خالص. لا ما تنزلش تحت خالص، اطلعي فوق خالص ونزلي تحت نظره كده. ايوه. ايوه يا نور. ماما انت بتتوضى غلط. ايه؟ بتتوضى غلط. ليه؟ انت بتغسل وشك بايدك. لا والله غلط. بعد ايدك. معلش لو دخلت لا ما انتش جايه اصلا. عادي يعني. قلت لك الصوره يا بنتي يلا. يبقى يا خطأ. خلاص. حاجه بتقول لي لو توضى وشك بايدك. والله يا جماعة احنا قلنا ان في ناس مفكريننا ان احنا كفرة ما بنصليش. فقلنا اما نصور لكم كده، والحمد لله واحنا بنصلي يعني عشان احنا ستات، فمش هنعرف نصلي قدام الرجال. لكن الرجاله بعاداتهم يصلوا في اي مكان في الشارع. لكن معروف ان طبعا الستات يا جماعه عشان كل جسمها عوره وكده، فما ينفعش ان هي تصلي في اي مكان. بس عايزه اقول لكم ان العيشه هي هنا بدائيه بس جميله. يكفي ان كل واحد في حاله، يكفي ان كل واحد في حاله. اللي ماشيه قدامي دي هاجر اختي، اللي قاعدين دي طبعا ام سيمونه وابله ماجده وحبيبه وماما واحمد ونور. والله عيشه جميله عيشه جميله عيشه جميله يا ابله ماجده. وتحبي تقولي لمتابعينك ايه؟ بقول لهم كل سنة وهم طيبين، وسلموا لي على الحاجة أم حسام، وعلى الحاجة منى، وعلى الحاجة أم ناصر، والحاجة أم فالح، وأم علي. أم علي وحشاني قوي 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 قوي، والحاجة جوهرة. ايوه حججناك يا جوهر. واللهم صل على النبي. و وسعيد القحطاني. ده جميل ده. وجمانه وبنت العراق. ام سيمونه بتسلم عليك يا بنت العراق. واللهم صل على رسول الله. ومين تاني؟ و- وبلقيس. بس بلقيس بقى ربنا يوفقها يا رب في حياتها يا رب. اللهم امين. الحاجه الحلوه يا رب. وعندنا طبعا ام الخليل حواء من السودان، ربنا يبارك لها يا رب. يفك دقوتهم يا يا رب رب. ويسترهم. ومين تاني؟ واللهم صل على النبي. ومين تاني لكل الناس احنا والله يا جماعه. اللي بتحب شيرين على دماغنا من فوق. الله يبارك لك يا ربنا ابله ماجد. يوفقها ويصلح لها حالها ويخلي لها عيالها. يا رب يا شيرين رب. ديت بنتي مش مرات اخوي. الله يبارك لك ربنا يا رب. يسعدها ويهنيها يا رب. يا رب يا ابله ماجد. ويكتب لها كل حاجه حلوه هي واولادها يا رب. وبص، بمناسبه قدوم عيد الربيع، تتمني لي ايه في عيد الربيع يا ابله ماجد؟ ربنا يسترها معاكي في الدنيا وفي الاخره. يا رب مش عايزه اكتر من كده. يا رب. ويخلي لك عيالك ويسترها معاكي دنيا ودين. امين يا رب يا رب. العالمين. انت وعيالي وامك الدنيا بحالها يا رب. عايزه تقولي اي كلمه لليوتيوب؟ بقول له ربنا يسعدهم ويخليهم الناس الصالحه، ويسعدهم بعيالهم. وكل سنه والف سنه وانت طيبه يا ام ناصر، انت واختك. وكل سنه وانتم طيبين يا اللي بتحبوا شيرين كلهم. وكان في بوسي. كان في بوسي. لا مش في بوسي. لا كان في قصدك عايزه مين؟ ياسر.
في ام ياسر برضو من السودان. ياسر والله يا أضلة في ام نور من السعوديه. ماما بسمه من فلسطين. ماما بسمة من ماما فلسطين. شوف بتقول عليكي ربنا بوس. يسعدها يا رب. يا رب. يسعدها يا رب. والله لن انسى الناس الجميله اللي دخلت حياتي دي يا جماعه. ربنا يسعدهم يا رب. هفضل يعني اللي بيقول لك معرفة الناس كنوز. كنوز والله. والله ربنا يسعدهم ويهنيهم يا رب. امين يا رب العالمين. وبصحتهم كمان اهم حاجة مش امين يا رب العالمين. اللهم امين. ويخليهم لهم ويسعدهم ويسعدنا بعيالنا كلنا يا رب. امين يا رب ويجعلها العالمين. سنة خضراء علينا وعلى أمة الدنيا يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. يصلح حال الجميع يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلا نكمل بقى الفيديو بتاعنا ونشوف يومنا اللي كان زي العسل، وترمز بتاعي اللي كان عسلين واحنا بنصب منه الشاي، والشاي كان نازل منه سخن مولع ما شاء الله. كل حبايبنا في الخليج كلهم يقولوا يا شيرين احنا عطول نعمل القهوه في الترمس والشاي في الترمس. لا احنا بقى غاويين تعب، كل شويه رايحين جايين على المطبخ، كل شويه رايحين جايين. المهم حبايب قلبي حطوا لنا لايك كده واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديده. ونتمنى طبعا ان الفيديوهات تعجبكم وكون قعدتنا الحلوه دي تعجبكم. عايزه اقول لكم ان هو كان يوم جميل والله العظيم بجد. كنت اتمنى كل الايام تبقى كده فعلا. العيشه في الحياه يعني في الريف، يعني الحياه الريفيه في الطبيعه حاجة حلوة بأمانة. طبعا أكيد كل مكان ليه عقبات، المدينة لها عقبات وطبعا الحياة الريفية برضو ليها عقبات، بس الأحلى حاجة إن أنت تبقى عايش وسط الطبيعة، تبقى عايش وسط الطبيعة. اكيد الناس اللي هنا برضو بتقاسي ان هم لما بيحبوا ينزلوا يجيبوا حاجتهم اكيد مش في اي وقت، اكيد ما ينفعش في اي وقت. لكن احنا عندنا مثلا في المدينة او في المكان اللي انا فيه ده ممكن انزل في اي وقت. على فكرة احنا عندنا 24 ساعة سوق. لما بقول لحد كده بيستغرب ازاي يعني وفي سوق 24 ساعة؟ اقسمت بالله سوق 24 ساعة. عايزه انزل الفجر اتسوق، عايزه انزل واحده بالليل اتسوق، عايزه العشاء، عايزه المغرب، عايزه العصر، الظهر، الصبح. ما شاء الله ما شاء الله عندنا السوق. والله يا جماعه مره برضو كنت راجعه انا وماما، كانت عندي في الاجازه وكده، وريت لكم كنت بشتري طماطم بالليل، ومتهيألي ان انا وريتكم مقتطفات من السوق او شفت السوق عامه كان عامل ازاي. يعني ما شاء الله. يعني احلى حاجه انت تبقي عايشه في مكان عندك كل متطلباتك فيه، كل اللي تطلبيه تلاقيه. ده بقى توت يا جماعه. كان بص فوقينا ازاي، فوقينا على طول. يعني لما الهوا بقى يهز كده ينزل توته، بص الاقيها في حجري ام واكله من غير ما حد ما يحس. لما جم بقى قعدوا يوقعوا في التوت وبياكلوا كده. ليه شيرين قلت لهم لا ده انا شبعت. ليه؟ لما احنا شايفينك. هنا بقى قبل ماجدة كانت عماله بتجيب اللي هو البتاع ده، اللي هي الشجر اللي هو اسمه ايه، اللي هو بيبقى عيدان الشجر ده عشان يولع، اللي هو زي الخشب كده، عشان ايه نعمل براد شاي وكده. لان كان الترمس بصراحه خلص يا جماعه. هو الترمس بياخد له 7-8 كوبايات، فخلاص يعني 7-8 كوبايات حلو خالص يعني بعددنا. يعني احنا كلنا شربنا شاي، طب عايزين بقى نشرب مره كمان، فاضطروا ان هم بقى يعملوا الخشب ده ويولعوه كده علشان ايه يعملوا عليه البراد بتاع الشاي. والله كان يومنا زي العسل وكان يوم جميل. ويا رب عقبال كل سنة واحنا كده مع بعض يا رب، ولا ينقص مننا حد، ولا ينقص منكم كل متابعيني، ما ينقصش منكم حد ابدا يا رب. وبتمنى والله العظيم من قلبي ربنا يكبر بخاطركم وبخاطرنا ويصلح حالكم وحالنا، ويشفي مرضاكم ومرضانا ويسترها معنا دنيا واخره، ويكفينا شر يا رب العين وشر الحسد وشر القيل والقال، وينصرنا على من يعادينا جميعا. مش بقول علي انا بس والله يا جماعه. وبتمنى الخير يجي للدنيا كلها يا رب. ابعت الخير للناس كلها يا رب، يا رب ابعت الخير للدنيا كلها يا رب، واصلح حال الناس كلها، ويرزق الناس كلها من حيث لا تحتسب، وفلسطين ينصرها. اللهم انصركم يا فلسطين، اللهم انصركم وعلي من شأنكم وارفع من قدركم، وان شاء الله تنتصروا بإذن الله، ان شاء الله بالإذن من عند ربنا، والسودان تبقى احسن من الاول يا رب. يعني تبقوا كده. انتوا اصلا ناس جميلة، السودانيين ناس جميلة، فبجد انا بتمنى لكم حياة سعيدة في اللي جاي ان شاء الله. طبعا ام رحاب بصوا تنقي التوت وتاكل نصه، تنقي منه الشجر وتاكل نصه. بتشتغلينا يا ام رحاب ماشي. المهم يا جماعه كان يوم نزل عسل واحنا عمالين ناكل توت كده، وابو احمد بيقول ايه صوريني يا شيرين وانا طالعه على الشجره. يا عم اقعد يا عم احنا خايفين هتقع يا عم معرفش. قال لا لا ده انا كنت كده من وانا صغير، احب ان انا برضه اطلع
يعني من هو صغير يطلع يحب يجيب التوت وكده من على الشجرة. على فكرة كلنا كنا كده. مين فينا في مصر ما مرش بالأيام دي؟ مين فينا ما طلعش على شجرة توت وقعد ياكل منها؟ مين فينا؟ قولوا لي كده. كانت أيام جميلة، وعايزة أقول لكم والله الأيام الجميلة مش بتتكرر تاني. عشان كده لما حد بيسألني عندك كام سنة، فببقى عايزة أعد بس الأيام الحلوة اللي أنا عشتها. فأنا قلت لكم انتوا السطرين الحلوين في حياتي، بجد انتوا السطرين الحلوين في حياتي. لن أنسى وقفة أي حد من أول أم ناصر لحد وقفة أي حد معايا لحد النهاردة يا جماعة. لن أنسى وقفة حد معايا. ربنا يكبر بخاطركم وخاطرنا ويصلح حالكم وحال، ويراضي الناس كلها ويرزق الناس كلها من حيث لا تحتسب. دول مسلمونا بقى طبعا. بصوا، والحاج الصبحي ونور واحمد بيقول لي ماما الجاكيت باظ يا ماما كله توت. في ناس هتقول لي يا شيرين احمد ما كانش بيصلي معاكم ليه؟ عشان احمد لابس شورت وابوه قال له اللي بيلبس شورت ما ينفعش تصلي بالشورت، فمين هيديله البنطلون بتاعه. يلا حبايبي، لو كان عجبكم الفيديو كده وعجبكم يومنا العسل الجميل ده، حطوا لنا لايك واشتركوا في القناة، ومع السلامة.